أهلا بكم، كنتمنى تكونوا بأفضل حال. صدر عن مطبعة سليكي إخوان في طنجة سنة 2010 كتاب عن سيرة مولاي الطاهر الأصبهاني عضو مجموعة جيل جلالة تحت عنوان لما غنى المغرب، مع عنوان فرعي مولاي الطاهر الأصبهاني وجيل جلالة. وهو عبارة عن سيرة ذاتية للأصبهاني موقعة من طرف كل من مولاي الطاهر الأصبهاني اللي هو صاحب السيرة، والعربي رياض اللي هو الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي ومؤلف الكتاب. الكتاب الجديد اللي هو كان في الأصل عبارة عن حلقات نشرت بجريدة الاتحاد الاشتراكي كي أسس لتجربة فريدة في التاريخ للذاكرة الغنائية المغربية اللي ما زالت كتشكو فقرا مهولا في مجال التأليف والتوثيق، بحيث كيرحل معظم الفنانين المغاربة دون أن يدونوا مذكراتهم بأنفسهم أو ينفتحوا على أهل الصحافة للقيام بذلك. فكتاب لما غنى المغرب كيختزل في عنوانه روح فلسفة مجموعة جيل جلالة ومعها بقية المجموعات الغنائية اللي ظهرت خلال بداية السبعينات، وأعادت الاعتبار الموروث الغنائي المغربي، وخلت الشباب أنذاك يسمع الأصوات المغرب العميق ويستعيد إيقاعاته وأهازيجه المزودة بجرعة ثورية ونقدية متجددة، وجعلت المغرب هو الذي يغني فعلا ولا شيء آخر كيتستورد من الشرق أو من الغرب. وتولى صياغة تقديم الكتاب الدكتور إدريس أبو زيد قال فيه أن مجموعة جيل جلالة استطاعت أن تعيد للمغرب موسيقاه وتقول بخجل الكبار هكذا غنى الأجداد. وكيوصف الكتاب بأنه سيرة عناد لا تخفيه الدموع. يقع الكتاب في 163 صفحة مقسمة إلى كلمة شكر وتقديم وورقة حفظ موقعة باسم المؤلف، وهو عبارة عن مقالات كتراوح حجم ديال كل وحدة منها ما بين 2 و4 صفحات. هاد الشيء علاش كيصعب تصنيفه في مجال السيرة الذاتية أو السيرة الغيرية. وتخصص حوالي ربع محتوى الكتاب مشاهدات في حق الأصبهاني، وذلك ابتداء من الصفحة 127 هي شهادات لكل من طيب الصديقي ومولاي عبد العزيز طاهري ومحمد شهرمان وعبد الكريم القصبيجي وعمر السيد والدكتور زهير قمري وعبد القادر علوي، ثم شهادة لمحمد حمادي. ضم الكتاب أيضا ملحق بكلمات لبعض القطع اللي غناتها جيل جلالة تحت عنوان الأغاني الخالدة، واللي حصرها المؤلف في 8 ديال القطاع هي جلاتني رياحك والناس في الهوى نشدات وآش بيك دارت القدار المولاي عبد العزيز طاهري، والشمعة ومزين وصولك وناكر الحسان من تراث الملحون، والقدس لابن عيسى الفاسي، ثم الدورة لمحمد شهرمان. كما احتوى الكتاب على 40 صورة فوتوغرافية منها 4 على الغلاف بما فيها صورة المؤلف، و36 الباقية موزعة على صفحات الكتاب. انطلق هذا الكتاب من مراحل الولادة ثم النشأة في ولوج عالم الفن وجيل جلالة، وضمن طباعات حاول من خلالها المؤلف يعرض مشاهد من طفولة مولاي الطاهر الأصبهاني ووسطه العائلي والنشأة دياله في مدينة مراكش ثم دخوله لعالم جيل جلالة. وكينقل العربي رياض أن الأصبهاني كان كيلحن أغاني لمسرحيات من إنجاز طيب الصديقي وحميد الزوغي، الشيء اللي دفع هذا الأخير باش يطرح فكرة تأسيس مجموعة غنائية خاصة بالتراث الشعبي على مولاي الطاهر. وهكذا بداوا في جمع باقي أعضاء المجموعة ومنهم محمد درهم. أما بالنسبة لمحمد درهم فهو كيفرض نفسه على قارئ هذا الكتاب بشكل ملح،
فكيبقى هذا القارئ كيترقب الخبر عن هذا الرجل عند قراءة كل فقرة من فقراته، لكن غيتصاب بخيبة أمل، بحيث أن الدرهم لم يحضر في مذكرات رفيق دربه بالشكل المنتظر. حتى في السطور القليلة اللي تورد فيها الكتاب محمد درهم لا يكاد القارئ يستوعب لغة الخشب المستعملة اللي غلب عليها البرود، فكانت خالية من أي تقدير أو عرفان بأدوار هذا الهرم الخالد اللي طبع تاريخ جيل جلالة إلى درجة اقتران اسمه ورسمه بصورة المجموعة خاصة والمشهد الفني المغربي عامة. فورد اسم الدرهم في سياق إخبارات سريعة كتحمل تأويلات مفتوحة حسب اجتهادات القارئ. من أمثلة ذلك الحديث عن كونه ملتحقا بالمجموعة أو مؤسسا، كذا تأليفه لبعض القطع أو إتمامه لها، فكيتحدث الكتاب عن إتمام المقاطع الأخيرة من الكلام المرصع والعربية دون تعيين المقصود بالمقاطع الأخيرة. فالكاتب ما كلفش نفسه عناء إيراد شهادة في حق الدرهم كما دار مع الفنان عبد الكريم القصبيجي وعبد العزيز الطاهري، واكتفى في المقابل بترديد مقولات فرضها محمد درهم بفنه وحضوره في الساحة، بل وكيعرفها القاصي والداني. فإذا كان الأصبهاني كيشوف أن عبد الكريم أضاف بالتحاق المجموعة نكهة أخرى، وأن أشعار مولاي عبد العزيز الطاهري ستضفي جمالية أخرى على أداء جيل جلالة، فإن الدرهم في المقابل كان زجال متميز، فهو صاحب الغضبات اللي كان كيمارس الغنان على المستضعفين. مولاي طاهر الأصبهاني وعبد الكريم القصبيجي وهو المزاجي الذي يرحل على المجموعة متى شاء ويطلب العودة إليها متى شاء، فلا يلاقي من أصحابه سوى الترحيب والقبول. وفي المقابل عمل الكتاب على تأكيد علاقة المصالحة مع الغيوان في شخص المرحوم بوجميع، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن بروز مجموعة جيل جلالة مباشرة بعد الغيوان في شكل متميز وخاص كيبرز الغنى ديال الثقافة الشفهية المغربية الزاخرة بالإيقاعات التي لا تعد ولا تحصى، واللي كترك مجالات واسعة لتوالي الأشكال الموسيقية المتنوعة. فكلما ظهرت مجموعة غنائية لاحقة إلا وتميزات عن السابقة في إبداع فريد. هذا الأمر طرى مع جيل جلالة بعد الغيوان، والمشاهب بعد جيل جلالة، والإرسال بعد المشاهب، والسهام بعد الأرصاد. فكانت كل مجموعة مشابهة وغير مشابهة للي قبلها. وباقي الفصول تحدثت على عبد القادر الراشدي أول فنان شجع جيل جلالة، وتحدثت أيضا عن أول حفل فني وأول لقاء مع الملك الراحل الحسن الثاني، وأغنية العيون عينية اللي كانت غتعصف بتاريخ جيل جلالة. ثم منين طلب الملك الحسن الثاني أغنية النحلة من جيل جلالة، إضافة إلى مولاي الطاهر في زنزانة كوميسارية المعاريف، فضلا عن فصل واحد آخر كيحكي واقعة طريفة تحول فيها مولاي الطاهر الأصبهاني إلى قرصون. وأخيرا فصل كان عنوانه محمد السادس يجمع شتات جيل جلالة. هذا تلخيص موجز لكتاب لما غنى المغرب. فشكرا لكم على الدعم والمتابعة. دمتم في أمان الله ودمتم أحبتي.